احيانا من كتر ما انت بتفكر في حاجات مش بتاعتك بتنسى اللي مطلوب منك اصلا. فانت قاعد تفكر في نتائج السعي، اللي هو يا ترى انا هجيب كام، يا ترى انا هعمل ايه في الانترفيو بتاع الاسبوع الجاي، يا ترى انا هعمل ايه في البروجكت اللي المفروض اعمله، يا ترى انا هعمل ايه في كذا. نتائج نتائج، انت قاعد تفكر في نتائج. ففي وسط كل دايره التفكير دي انت بتنسى تسعى، مفيش وقت. وقتي كله رايح في التفكير على حاجات مش بتاعتي اصلا. فخلي بالكم، احنا المطلوب مننا بس السعي، بس السعي. النتيجه دي بتاعت ربنا، احنا ملناش اي دور فيها غير ان احنا بس نتبرع. لما بتمر بابتلاء صعبة في حياتك لازم تتعلم حاجة، ان انت تتأمل جدا في تفاصيل كل الابتلاء ده، وتبدأ تربط كل حاجة ببعضها وتقول يا سبحان الله، وكأن ده حصل عشان ربنا كان عايز كذا كذا كذا، ومن حكمة ربنا انه حصل كذا وما حصلش كذا. وتتأمل في كم التفاصيل اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي بس قادر ان هو يدبرها بالشكل ده، حتى لو كانت مش على مزاجك قوي، حتى لو كانت مضايقاك، ولكن بعد وقت او حتى في عز الازمه انت بتلاقي ان التفاصيل اترتبت بشكل انت فاهم ما كنتش هتقدر عليه. فسبحان الله يدبر الامر. وخلينا نتعلم ان احنا طول الوقت نتدبر في حكمه ربنا، سواء فهمنا المغزى تماما او عرفنا ان هو على الاقل يعني نجانا من حاجات تانية، او رتبها ربنا سبحانه وتعالى بحاجات احنا ما كناش هنقدر عليها فعلا. فسبحان الله يدبر الامر، سلم لوجه الله، لان هو ربنا سبحانه وتعالى بس اللي هيقدر يدبر لنا امرنا.